السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده اكلتنا شكل الجمبري والطعم طعم الجمبري بالظبط. اكلتنا جميلة جدا، بس هي بما ان هي شكل الجمبري وطعم الجمبري، بس سعرها مش زي الجمبري طبعا، رخيصة جدا. ب20 جنيه جبت كيلو منها، كيلو ملالي الطبقين دول، ومش قادرة اقول لكم جميلة جدا. وعاوزه اقول لكم كمان ان انا من جمالها والله العظيم قمت الصبح تاني يوم فاض منها وعملت سندوتش، امرت رغيف عيش وعملت منها سندوتش وحطيت عليها خيار وطماطم وليمونه وطحينه وشويه شطه كده، واكنها سندوتشات جمبري اللي جايه من المطعم بالظبط. من جمالها هتدعولي بجد. طعم الجمبري والشكل شكل الجمبري، بس ب20 جنيه مليت طبقين زي الفل زي دول، وفاض منه كمان تاني يوم فطرنا بيها، عملنا بيها سندوتشات. هتدعولي. نبتدي مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا انتوا عرفتوا هي ايه، البسارية منتشرة اليومين دول في السوق. معايا بقى نقول المقادير مع بعض، طريقتها سهلة وجميلة. احنا هنعملها مقلية في الزيت. معايا بابريكا، ومعايا كمون، ومعايا كزبرة ناشفة، ومعايا ملح، ومعايا فلفل اخضر كده، ومعايا 2 ليمونة وطماطماية كمان، وطبعا راس توم. وهضربهم كلهم مع بعض كده في الكبة، وشوية خل عشان بس يمشولي الخلاط او الكبة معايا، وتبقى معايا احلى خلطة جميلة جدا جدا. وطريقتها سهلة، مش محتاجة اي حاجة خالص. هخلط كله بقى مع بعضه. كنت طبعا غسلة البسارية، كنت منضفاها الاول، شلت الراس بتاعتها. يعني هي تعبتني شوية في موضوع شيل الراس ده، لان الكمية كبيرة، كيلو بسارية. وهي كمان صغيرة. في بيبقى اكبر شوية، بس اللي انا صدفت معايا ان انا جبتها صغيرة. واتبل بقى كله واسيبها كده تشرب من التتبيله شويه. وجبت بقى هنا هعمل طحينه جنب الاكله الجميله دي. طحينه معايا وشويه زيت مقدوحين يتقدحوا على النار على التومه، وتعمل طش كده. فهي ايه زي اكنك انت بتقدحي التومه على النار يعني، بس بدل ما تحطي التومه مباشره على النار بيبقى الزيت مقدوح، وشويه كمون وشويه ملح وخل طبعا، وعصرة ليمونة بقى في الاخر، ويبقى الطحينة معايا مظبوطة. بس انا حسيت ان هي تقيلة شوية، بروح مزودة عليها ايه شوية مية برضو، والمية تبقى ايه دافية برضو على النار بس. واقلبها كويس جدا، وبرضو اركنها على جنب. هروح بقى ايه حطها في طبق التقديم واحطها في التلاجة عشان بس ايه تبقى جاهزة على التقديم. وشوية شطة كده من على الوش جمال، وبالهنا والشفا. هنيجي بقى بالبسارية بتاعتنا الجميلة. زي ما انا قلت لكم شلت الراس بتاعتها، والراس ما بتتشال سهلة جدا جدا، بيطلع منها السلسلة اللي جوه في بطنها دي مع الراس. بس هي البسارية معايا صغيرة، بس لو انت كنت في السوق برضو بيتباع كبيرة شوية، بتبقى ماسكة نفسها. بس دي حلوة برضو والله، وكانت مقضية الغرض معايا. جبت بقى هنا دقيق، وجبت برضو فيجيتار ده بيبقى سايب من عند العطار، وربع حاطه بقى شويه كده، شويه فيجيتار على الدقيق، يعني بمقدار الدقيق احط فيجيتار. واروح بقى بالمعلقه كده همسك شويه من البساريه، واروح واخداهم كده بالمعلقه، واروح حطاهم على الخلطه دي. لو انت ما عندكيش فيجيتار هتحطي دقيق عادي، بس هتملحيه بقى بشويه ملح وفلفل وكمون وشويه فلفل اسمر كده اهو، وعشان بس ايه يتبلوا. واروح بقى ايه، انتي هتحسي ان البسارية ماسكة في بعضها. الدقيق اما تخلطيهم في قلب الدقيق بالفيجيتار مع تقليبتين كده هيفكوا، هيبقوا ايه لوحدهم كده، كل واحدة لوحدها. وفي قلب مصفى عيونها واسعة شوية، يعني انا لو عندي واسعة عن كده، العين واسعة عن كده، كنت هحطها فيها عشان تنزل ايه الكتل اللي هي بتبقى مع التتبيلة بتاعتها، لان التتبيلة لما بتتحط على الدقيق بتعمل كتل كده شوية بسيطة، فبتنزل مع المصفى ام عين ايه واسعة شوية. ماشي. واروح ايه، بصوا بقت كل بسارية بقت لوحدها. الدقيق ما اتعفرت في قلب الدقيق واتخلطت كويس جدا، وبايدك كده تفرطيهم من بعض، خلاص بقت كل بساريايه فصلت عن بعضها. وفي قلب زيت مقدوح بروح بقى حاطاه كده زي ما انتوا شايفين كده بس، وشويه صغيرين، واروح حاطه في قلب الزيت. ما احطش كميه كبيره عشان ما يلزقوش في بعض تاني، شويه صغيرين، وبايدك كده انطورهم في قلب الزيت.
ودور بقى ورا دور ورا دور لحد ما الكمية بتاعتي تخلص. طريقة جميلة جدا والله، مش عاوزة اقول لكم الطعم زي طعم الجمبري، قريب من طعم الجمبري عشان ما اكونش مبالغة قوي، والشكل كمان شكل الجمبري. ما تسيبوهوش على النار قوي لان هو لحمه ضعيف فبيستوي بسرعة. وعملت بقى معاها سلطة، والطحينة طبعا عملتها وبصل كده وشوية خل عليهم. طبعا انا ما عملتش رز، احنا هناكلها بعيش، يعني احنا كلناها بعيش وعصرة ليمونة كده عليها. مش قادرة اقول لكم الطعم جميل جميل، وبألف هنا وشفا على كل اللي يجربها. هي رخيصة، هي كتيرة جدا في السوق، يعني غير ان هي بتتخلل في التخليل، لا حلوة. وبألف هنا وشفا على كل اللي يجربوا. وما تنسونيش بقى في لايك واشتراك للفيديو. اشوفكم على خير في فيديوهات كتيرة جدا. مع السلامة.